السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده بعمر كوره عالميه، اخبارنا العالميه والمحليه. لايك وشير ودعم القناه، اللي بيشترك في القناه يشترك. بعمر كوره عالميه. الاهلي النهارده 2-1 فوزوا على الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا. الشوط الاول 2-1 فوز، الاهلي فايز. اي نعم 2-1 نتيجه غير مطمئنه، لكن احنا اسياد افريقيا، احنا زعيم افريقيا. مش عايز الاهلي يقلق ولا الجماهير تقلق. زي ما الوداد جابت هدف، انت ممكن هناك تجيب هدف واثنين كمان. النهارده الاهلي مباراه قويه في كل حاجه، استحواذ اهلي، كل حاجه اهلي النهارده. ولكن طبعا هدف من خطا واضح، خطا دفاعي ونص ملعب، وخطا بالذات من علي معلول. يعني اخطا في الهدف مرتين، الاولى لما وقع، والثانيه لما يبص، يعني قعد يشد الكوره بصها للاعب الوداد. فالنهارده ان شاء الله برضو النتيجه بتاع الاهلي نتيجه، يعني هي 1-0 للوداد. الوداد خد بطوله، ولكن الاهلي قادر على ان يسجل هناك. الاهلي قادر ان شاء الله انه يفوز. ده نهائي، وهي النهايات كده. النهايات مش اربعات وخمسات، لا، هي النهايات كده. نهايات واحد واثنين بالكتير خالص. الوداد فريق كبير، قدر يسجل النهارده. الاسبوع الجاي ان شاء الله الاهلي يسجل هناك، الاهلي يسجل هناك ويفوز ويرجع ان شاء الله بالكاس. لو اتكلمنا عن احداث المباراه، تشكيله صراحه، تشكيله 10/10، تشكيله 10/10. مصطفى شوبير حارس عملاق، حارس قادم، ما يقلش عن محمد الشناوي. انقذ الاهلي النهارده في كوره، يعني كانت ممكن تقتل المباراه خالص. مصطفى شوبير ومحمد هاني واسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، ديانج، مروان عطيه، حمدي فتحي، تاو، حسين الشحات، نجم المباراه بلا منازع، ومعاه تاو وكهرباء. كل اللعيبه النهارده بلا استثناء. لكن لو انت اقلهم كهرباء، برغم الهدف اللي جابه، لكن كهرباء ضيع هدفين، هدفين ما يضيعوش. يعني في كوره عطاله برستاو، انت يا عم، الاولى ده 2 برستاو، لم وبصيها تاني برستاو، او شوطه قويه. الكره الثانيه اركن بقوه، اركن بقوه. اقلهم كان كهرباء. وديانج النهارده كان عليه علامه استفهام. في اخطاء النهارده في المباراه، هو يعني لو تدور، هو خطا في التغييرات. يعني ايه خطا في التغيير؟ اول حاجه، اولا اي نعم حسين الشحات طلع في الدقيقه 81، ولكن حسين الشحات ما يطلعش. لعيبه الوداد كلها كانت عامله حساب لحسين الشحات. حسين الشحات كان بيأدي اداء روعه. اسيستين الهدفين من حسين الشحات، كان مدافع مع علي معلول. حسين الشحات ما طلعش. في سبب تاني النهارده، او سبب سلبي النهارده، عندك مروان عطيه وعندك حمدي فتحي، لعيبه تقال، ولكن الاثنين كل واحد عنده انذارين. فطبيعي اللعيب، هم الاثنين كانوا بيلعبوا، هم في عندهم نقطه خوف شويه. فانا كنت راجع يعني واحد منهم يطلع وينزل عمرو السوليه. نزلت عمرو السوليه. دول بس يمكن ايه، يعني السلبيين، يعني النقطتين السلبيه في المباراه. لكن مفيش قلق على النادي الاهلي. مش عايز حد يقلق على النادي الاهلي. مش عايزين الهدف ده اللي جه فينا يأثر عليك هناك. مش عايزينه يأثر عليك هناك. هو نعم النهارده لو الهدف ما جاش، كان ممكن الاهلي يجيب الثالث، وكان ممكن الرابع كمان، لان الوداد فتح. الوداد فريق تقيل، مش فريق قليل. هناك مباراه صعبه جدا، بالذات في ملعب محمد الخامس في المغرب. تحكيم تحكيم النهارده كان سيء جدا. شبه ضربه جزاء لحسين الشحات في الشوط الاول، وضربه جزاء مؤكد لحسين الشحات في الشوط الاول برضو، لما اللاعب داس على قدم حسين الشحات. طرد واضح، مفيش حد. الاخر مدافع ولمس الكوره بايده، الحكم اعطاه انذار. الحكم النهارده كان مهزوز. طب الحكم مهزوز، فين الفار؟ فين الفار؟ الحكم النهارده سيء. الحكام دايما ضد الاهلي في افريقيا. حكام ضد الاهلي في افريقيا. الحكم النهارده كان يعني عليه علامات استفهام كتير، والفار مش الحكم بس، ده الحكم والفار اللي كان عليه مصطفى غربال. فتحس ان الحكم والفار كان بيلعب ضد الاهلي. يعني حتى بتاع ده طرد واضح، اخر لاعب في الملعب، طرد واضح. فاحنا عايزين المباراه الجايه
تحضير للمباراة، تحضير يعني للمباراة بكل هدوء. اسبوع مش عاوزين قلق، عايزين نحضر صح للمباراة. البطولة اهم حاجة ايه؟ الكاس. ان انا رايح انا بلعب نهائي عشان خاطر اخد البطولة. شوط اول انتهى بفوز الاهلي 2-1، في قعد شوط تاني زي القاهرة زي المغرب، فزت 2-1 هنا هفوز هناك 2-1. على فكرة مباراة كان امبارح نهائي كونفدرالية اتحاد العاصمة وينجي افريكانز. اتحاد العاصمة فاز في تنزانيا 2-1، ده نهائي. جاء ينجي افريكان فاز في الجزائر 1-0، طبعا اتحاد العاصمة خد البطولة، فعادي طبيعي. والاهلي فاز قبل كده على الوداد وفاز على الترجي 3-0، فمش بعيد على الاهلي ان يفوز ان شاء الله على الوداد. نتمنى الفوز للنادي الاهلي والتالق ان شاء الله لعيب جميع النادي الاهلي. اسبوع راحه. اتمنى ان سعدتم بهذه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.